السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، وكل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله كده هنعمل مع بعض شوية عرقسوس. طبعا ما بنستغناش عنه ابدا، في لا الفطار في رمضان ولا السحور، انه جميل بصراحة، وشربه ما بيخليش الواحد يعطش. بس في مشكلة بالنسبة للناس اللي عندهم ضغط عالي، هقولك عليها بعدين. ده العرقسوس بتاعنا الخام، بتشتريه من عند العطار. اللي ما يعرفوش يعني بقوله، طبعا الناس كلها عارفاه، بس الناس ما تعرفوش احنا بنشتريه من عند العطار. بتجيبي الكمية اللي انت عايزاها. دول انا بليت حوالي كوباية كبيرة من العرقسوس الخام، وحطيت عليها معلقة صغيرة مليانة كربوناتو. بس احنا ما بنحطش عليه اي حاجة. ميزته ان انت بتشربيه كده في السكر بتاعه وفي كل حاجة، لا بنحط له سكر ولا بنحط اي حاجة، سبحان الله، هو السكر بتاعه منه فيه. تبتدي بس ايه، تحطي له بس شوية مية كده على خفيف، وتفضلي تدعكي فيه شوية، مثلا بتاع 7 8 دقايق، وتفركي كده زي ما انت شايفة، بالطريقة زي ما انت شايفاني كده بعمل. تفركيه كده بين ايديكي عشان نطلع العرقسوس اللي جوه المادة الخام دي. بس نفضل نفركه شوية كده بإيدينا، وبعد كده أحطه في مكان دافي. يعني مثلا كنت مشغلة الفرن وطفيته مثلا، أسيبه لما يهدى شوية يبقى دافي، وأروح حاطاه الطبق بتاعنا كده بلا رصاص. هو كده خلاص ايه، اتبل. يعني دي أول مرحلة لي. عملته كده بعد السحور إن شاء الله، وتاني يوم بقى أما أصحى من النوم كده أعمله قبل الفطار مثلا بساعتين ولا حاجة، عشان تحطيه في التلاجة ايه، يبتدي يسقع كده. تاني يوم اهو زي ما انت شايفة، بصي لونه غير ازاي وغمق. سبته حوالي 6 7 ساعات كده، وطلعته بقى من الفرن، طبعا الفرن الدافي يعني. زي ما انت شايفة المنظره كده، بصي شرب المية بتاعته اللي انا دعكتها فيه اهو. بس كده هنبتدي بقى نحطه في الدورق بتاعنا او الشفشق بتاعنا ازاي. اهو مثلا جبت شفشق اهو، ليه بس ليه ايه بسبوس كده عشان تعرفي تصب منه. فكرة حلوة برضو ايه, خطرت على بالي. بدل ما احط حتة شاشة، عندي شراب بكيسه، طبعا بكيسه يعني نضيف، شراب بتاع محجبات اللي هو التقيل ده. طبعا انا كنتش بستعمله، هو كان جاي لي هدية بصراحة، ففضل في الكيس بتاعه. تقيل، تلاقي الخامة بتاعته تقيلة، مش زي الشرابات الفيليه الخفيفة دي. لا طبعا مش هينفع. شراب بتاع محجبات يعني، وش هتشتريه بكيسه من عند الخردوات او من عند اي حد، تقولي له عايزة شراب محجبات اللي هو تقيل اللي بيداري الرجل ده. طبعا طلعاه من كيسه يا دوب، بس قطعت ايه، الحتة اللي فوق بتاعت الاستك بتاعه. ده طبعا انا عملت بيه كذا مرة قبل كده من اول رمضان اهو. اروح ملبساه بكل سهولة كده للايه، للشفشق بتاعنا، بدل ما نحط بقى ايه شاشة وتقع مننا وتبقى مشكلة. طريقة الشراب ده بصراحة فكرة جميلة جدا جدا، وطرقت على بالي والله، مع انا ما عرفتهاش من اي حد، فلقيتها جميلة وفكرة حلوة. والمادة الخام بتاعته اللي هي البودرة دي ما بتنزلش منه نهائي، يعني يا دوب السايل بتاعه هو اللي بينزل بس من ايه، من الشراب بتاعنا ده. بسم الله ما شاء الله. هنعمله اهو. فكرة الشراب طبعا فكرة هايلة جدا، زي ما قلتلك شراب جديد بالكيس بتاعه. مش هنجيب شراب مستعمل، ايه القرف ده لا، ده شراب كان عندي يعني بتاع محجبات. حطيت المادة كلها في قلب الشراب وهي جوه الدرق او جوه الشفشق، وحطيت شوية مية كده في بواقي اللي موجودة في الطبق، واحطها عليه. عمايله سهلة جدا ومش مكلف خالص. ابتدي بقى اسحب كده ايه الشراب، واقفل على العرقسوس بتاعنا اهو. شايفين؟ بص المادة المية بتاعته نازلة غامقة ازاي. هو ده بقى اللي مطلوب.
بنشتريه من بره لونه فاتح كده محمر، وما بيبقاش ليه طعم، وعلى ايه وبيبقى غالي. طب ما احنا نعمله في البيت بطريقة مبسطة ومش مكلف. هما شوية العرقسوس وشوية كربوناتو، مفيش بعد كده، وشوية مية من الحنفية. فاحنا مش هنشتري حاجة يعني كتير من بره ولا حاجة مكلفة. ابتدي بقى اربط الشراب. عشان ايه؟ عشان ما يقعش منه. ربطت الشراب كده واحطه في الشفشق. جوه الشفشق بقى خلاص، بس ما تعقديش العقدة جامد عشان تقدري بعد كده تفكيها وتغسلي الشراب وتستعمليه بعد كده. فعقدت عقدة كده بحيث ان ايه، تبقى سهل زي ما قلتلك. اضيف مية بقى على العرقسوس بتاعنا اهو، واجيب شفشق فاضي خالص مفيهوش اي حاجة، وابتدي اصب فيه العرقسوس اللي انا عاملاه، اللي هو الخام ده. ده طبعا هيبقى تقيل جدا. فانا ايه، طبعا هشوفه اذا كان تقيل. تقيل لما تلاقي لونه اسود زي ما انت شايفه كده، اسود قوي، اسود غامق، يبقى كده تقيل. فابتدي ايه، احط عليه ميه تاني بحيث ان انا ايه، اخففه شويه لحد ما اوريك اللون المناسب اللي يتشرب بتاعه. وطبعا عمره ما هيمرر ولا اي حاجه، مش هيمرر الا لو كترتي الكربوناتو. هي معلقه صغيره على الكميه اللي انا قلتلك عليها، حوالي كوبايه عرقسوس لو انت عايرت يعني، بس انا بحط كده بالويم. ابتدي بقى ايه، ادربه بقى زي ما بيقولوا كده بتوع العصير. بعمله كده يعني بخدمه، ادربه في بعضيه او اخدمه. عشان ايه، هو ده اللي بيدي طعم بصراحة. بتفضلي تفضيه من هنا لهنا لهنا لما يعمل كمية الرغاوي اللي انت شايفاها دي. ابتدي بقى، بصي بعد ما خدمته كويس، ابتدي احط في الكوبايات عشان اشوف لونه عامل ايه. بس اللون ده ما هوش غامق قوي، اللون البني الغامق مش الاسود، يعني البني الغامق، البني المحروق. شايفين منظره؟ شايفين الجمال؟ طبعا ده هيرغي اكتر لما ترفعي ايدك اصلا لفوق، هتلاقي الكوبايات رغت معاكي اكتر من كده اهو. بس طبعا الرغاوي دي بتروح بسرعة مع الهواء. وانا بصور طبعا الكوباية كانت مليانة رغاوي، طبعا بتقل واحدة واحدة من تعرضها طبعا لايه، للجو اللي حوالينا. ايه رأيكم في حبة العرقسوس بتوعنا دول بقى والجمال والحلاوة دي؟ يلا بقى اللي مشتركش في القناة يشترك ويشوف الجمال ده، دوس على كلمة الكل عشان يوصلك كل جديد. وعايزين بقى لايكات كده كتير وجميلة من ايديكم، ومتابعيني احلى متابعين في الدنيا. بحبكم والله والله، بحبكم اللي بيتابعوني، بحبكم في الله، حبايب قلبي. واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل سنة وانتم طيبين.